أنا لقيت حل. ايه هو؟ تبيع الأرض وتحطي تمنها في البنك. حاضر، ابيعها. طب مش تسأليني أبيعها ليه؟ لا، ما اسالش. إزاي؟ لاني واثقه في كل حاجه بتعملها. اكيد هيكون فيها خير ليا يا سي منصور. يا عطيات، كتر ألف خيرك، دي ثقة زيادة عن اللازم. انا مؤمنه بيك يا منصور. يا ستي أنا مش عارف أقول لك إيه. قول. قول وكمل اللي كنت عاوز تقوله. أيوة، أنا بقول يعني بيعي الأرض وحطي تمنها في البنك، ها. ومن فوائد تمن الأرض اللي في البنك تدفعي المصاريف لبعض المسنين اللي ما عندهمش فلوس عشان يخشوا دار المسنين وظروفهم وحشة. الله، والله العظيم فكره جميله. يعني تعملي عقد هبة بالمبلغ ده اللي في البنك، أو تعملي وصية. طب وايه الفرق بين الهبه والوصيه؟ أيوة، الهبة يا ستي زي عقد البيع. طب والوصيه؟ الوصية يا ستي لا تنفذ إلا بعد الوفاة بعد عمر طويل، ها. بس كمان لا تنفذ في أكتر من التلت إلا بإجازة الورثة. يعني في اكتر من التلت لازم اولادي يوافقوا على الوصيه؟ لكن إن موافقوش يبقى بيت المسنين له التلت وهم لهم التلتين. يبقى انا بقى لازم اتخذ موقف. وبالشكل ده يبقى ضربت ضربتك للوحوش المتصارعة على الأرض. هي افكار جميله قوي، بس اديني فرصه افكر شويه يا استاذ منصور. تفكري في إيه يا عطيات؟ افكر اخلي المبلغ لبيت المسنين عن طريق ايه؟ عن طريق الهبه ولا الوصيه؟ براحتك، براحتك يا ست الكل، وأنا في خدمتك على طول. ماما، أرجوكي اوعي تفكري إن أنا جاي أضحك عليكي زي زمان عشان أكسب قلبك وأكسب جنب منه حاجات تانية. لا يا حرام يا ابني، لا. الصدق باين في عينيك المليانه بالدموع. أنا بعيط من